الحصل في الكردفان حاجة غير عادي. بداية نهاية الميليشيات في كردفان ودارفور، الجيش السوداني يقلب الطاولة على ميليشيات الصهيونية الإماراتية ويكسر مجاديف التقسيم في رؤوسهم. أكبر حملة برية في تاريخ الكردفان بأضخم جيش وأسلحة نووية. من أين أتت الفكرة ومن أين أتى كل هذا القوة للقوات المسلحة السودانية؟ الحصل في كردفان ما جس مجرد معركة، دي اجتياح بري كبير. أكثر من 17 منطقة دخلت الدل وفكوا حصار لأكثر مدينة صمدت، وهي مدينة الدلنج بعد سنتين ونص. صلاتكم على النبي وشيركم ولايكم، ما تنسوا المطابة والاكسبلور، وخلونا نبدأ. لأول مرة تشاهدني معاك ود الفاشر، بجيب الحاجات من بيت الكلاب، والليلة الجاية تقيل. خش برجلك اليمين عشان ما تتعور، لأنه القنبلة في أي مكان. خلونا نبدأ. الحصل اليوم في عمق السودان، وفي بالذات في منطقة شمال كردفان وجنوب كردفان، مش مجرد معركة عادية ولا كر وفر المعتاد. دي نقطة تحول استراتيجي بتأيد رسم خرائط العسكرية في السودان. بالفعل إيد الاستقلال السودان السنة بيكون مختلف، بتامة إعادة الحيبة وكسر مشروع التقسيم اللي أكلت السودان من داخل الخرطوم وتوسع أزرعها في دارفور وكردفان. المشهد في الكردفان اليوم بيقول حاجة واحد، إنه موازين القوة تغيرت للأبد. وبالمناسبة سنة سعيدة عليكم. بالنسبة للميليشيات، الكردفان أصبح مقبرة وأوهام. الانتصارات اللي عملها القوات المسلحة السودانية في محورين الشمالي والجنوبي في كردفان انتصارات مش عادية، عزيمة ومخطط لها بالملي. الانتصارات دي جات بنتيجة صبر استراتيجي وعمليات استنزاف والنفس الطويل والصبر على الدفاعات وتحمل خسائر كبيرة جدا. بعد ذاك جات الوقت المناسب أن يضرب. بالمناسبة الجيوش في العالم ما بيقاتل بشكل الميليشيات، الجيوش بيقتل وبيسوق المعركة في محل اللي هو عايزه وفي زمن اللي هو عايزه وفي منطقة اللي هو عايزه، من أجل إنه يقدر ينتهي منه كليا. الجيش السوداني الليلة وجه ضربة قاضية في عمق ميليشيات الدعم السريع في كردفان. أنا بتكلم عن مناطق بتاعت دبيبات وحمادي، ومناطق بتاعت حبيلة، ومناطق بتاعت كازجيل، ومناطق الأخرى من المناطق الصغير مثال لشوشاية. دي مناطق اللي متحكم عنها الميليشيات الجنجويد، وعنده الحادنة الاجتماعية. لازم تدرس وتصبر استراتيجيا طويل عشان تقدر تضرب ضربة واحدة ما عندها قومة. الجيش السوداني ضرب ضربته الغادية مع التغطية الجوية الكبيرة والدقيقة بتؤكد الجيش، وانتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الكسر الإرادة بتاع الجنجويد. والأهم من كل ده، التحرك دي فتح فعليا محور جديد ممهدا نحوي دارفور. دارفور أيوة نحوي دارفور. الآن الجيش في تقوم القوي، وأيضا في تقوم النهوض، ومحاصر البارع وماشي على جبر الشيخ. ده بيأكد تنسيق ميداني عالي جدا على المستوى، بيعكس احترافية القوات النظامية وفقا لتقارير الميدانية من جبهات القتال. والشيء الوحيد الموجود على الجنجويد أن يفعلها الآن في كردفان فرصتها واحدة، وهي الحروب والنجاة بجلدك. لعل الجزء الأخطر في رسالتي اليوم إنه ظهور تصليح كبير جدا ونووي وتكتيكات جديدة، مسيرات متطورة، صواريخ دقيقة، حاجات بيدقك وانت ما تعلم جات من وين. أنا بقول لكل جنجويدي لسه شايل سلاح في صفوف ميليشيات، الفات اقسم بالله العظيم مات. السودانيين بيقولوا الفات مات، واللي جايه برضه مات، واللي بيجي برضه بموت. ودي مثل جديد امسكها من ود الفاشر. الحاجه اللي بدات الان دي مش حرب بتاعت افراد، دي معركه دول راسخه ضد مشروع ميليشياوي مرتزقه يتم تحريكهم من القارب. والمشروع ده الان دخل في هيزته الاخيره، ومشروع في نهايته، لانه العالم حس بخطورته. مصر، السعودية، تركيا، كلها متكابلة على هذا المشروع من أجل أنهم يهيدهم بقيادة السودان داخل السودان.
وأي شخص مراهن على وجود آل دقله أقسم بالله العظيم أخير تراهن على السراب، ربما ربنا سبحانه وتعالى يهس بشفقتك ويقلب عليك موية. الرسالة واضحة وصريحة جدا جدا، القانون لسه فاتح الباب للأوضة، ده أنا بقولها من أجل إنه أبناء جلدتي، لسه فاتح القانون للأوضة اللي يختار الحياة، ولكن البغى في خندق الميليشيات والله العان هو انتهار مؤكد، وانت ما تقدر تغامر بحياتك الخاسرة امام آليات العسكرية اللي ما بترحم. ولسه انا ما اديتكم العدد بتاع كميات من الاسلحة والذخائر اللي استلموهم والعربات اللي دمروهم والنتائج بتاعت العمليات دي هاديكم بعد شوية بعد ما اكمل رسائل. كلنا نعلم انه القادم اقصى وادخ. الحدث في كردفان ده هي دليل واضح جدا بما يحصل في دارفور في ايام القادمة. الجيش أثبت إنه بيمتلك زمام المبادرة ويستطيع إنه يهاجم ويكتسح مناطق الجنجويد بيسيطر عليها بالشهور في ساعات، وإنه التحذيرات السابقة من قادة بتاعت قوات المسلحة أمثال برهان وكباشي وياسر أتا وغادة بتاعت الحركات المسلحة كانت في محلهم، إن المعركة دخلت في حسمها الأخير، لكن المواطن ما بتشوف إلا وهي الحسم قدامه، لأنه ما بتقرأ الاستراتيجية بتاعت قوات المسلحة السودانية. ما حدث اليوم في كردفان بفضل الله وأزم الرجال كان حاجة كبيرة. جيش أبتر عملية برية استرد بها 8 مناطق في جنوب وشمال كردفان وأكثر من 9 منطقة صغيرة أخرى. الجيش أباد مجموعة كاملة وقادتها بتاعت عمليات بمنطقة كازجيل. الجيش استطاع أن يعصر أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات. الجيش دمر أكثر من 90 مركبة قتالية. الجيش استلم أكثر من 60 مركبة قتالية بكامل إعدادها واستلم عدد كبير من الأسلحة والذخائر. الجيش قطع مئات الكيلومترات بدون توقف في بل وفتك. الجيش هيئ هجوم للجنجويد كان مقرر له اليوم على شوارع بارة بهجوم استباقية. الكلام اللي انا قاعد اقول لكم دي ما صحيح، قلت لكم الجيش في تقوم بارة وفي تقوم خوي وفي تقوم بتاع جبرة الشيخ وجنوب كردفان، موضوع انتهى. ما ننسى سر بتاع المخاطرات الحربية وخاصة المسيرات الحديثة والأسلحة النوعية اللي دخلت حزمت مجريات المعركة اليوم بطريقة سريعة وفز الميليشيات جروا، لكن ما قدروا انه يجروا من المسيرات لانه المسيرات الحديثة دي والله خطيرة. العنوان الأكبر للقوات المسلحة السودانية هي استرداد مدينة الحبيلة وفك حصار الدلم، ودي أهم من تحرير دبيبات وحمادي وكل المناطق. انت عارف قوات المسلحة السودانية عمل حملة البرية في شمال كردفان دي كلها من أجل إنه يفك حصار بتاعت مدينة الدلم، وهي تمهيدا لنهاية الميليشيات في كردفان. تنمية كلمة الجيش تشمل جميع القوات المساندة يا جماعة، ما في زي المرات احنا ممكن نقول جيش فقط رغم انه موجود فصائل كثيرة جدا كلكم منضمين للجيش. الليلة انتصرت ووريتونا ما معنى الصبر، صبرتوا، والقوات المسلحة السودانية كان شغال شغل دقيق جدا ومجهز لها شهور، وعندكم أسلحة جديدة تتدربوا عليها. أنا هنا كشعب ما بنشوف إلا هيكل الجيش، لكن الجيش ومركز السيطرة والعقول بيدبر للمستقبل. تحياتي لكم، حفظ الله البلاد والعباد.